ليه المصريين بيسيبوا زحمة القاهرة وبيروحوا البحر الأحمر رفعت؟ إحنا بقى لنا كتير أوي ما اتكلمناش عن البحر الأحمر في الفيديوهات بتاعتنا، بس في عُملا كتير الفترة دي بتسألني عن البحر الأحمر وعن فرص الاستثمار اللي فيها والسكن. طب وليه العملاء بتفكر أصلا تشتري في البحر الأحمر؟ والله العميل اللي بيفكر دايمًا يشتري في البحر الأحمر هو العميل اللي عايش خارج مصر، علشان بيبقى محتاج نفس جودة الحياة اللي بتتوفر له برّه. يعني معظم الناس اللي بتشتري في البحر الأحمر بيكونوا أوفرسيز؟ طبعًا أجانب أو مصريين عايشين برّه مصر، بيبقى عايز ينزل مصر وتتوفر له نفس جودة الحياة، فبيختار عشان كده البحر الأحمر، ويقدر يعيش فيها طول السنة بكل الخدمات اللي متوفرة له هناك. وكتير منهم بيفكر في الretirement plan لأن الحياة برضه في مصر أقل بكتير من الحياة في أوروبا أو أمريكا، فبييجي يretire هنا ويستمتع بقى بكل خدمات البحر الأحمر. طب ممكن توضح لي أكتر تقصد إيه يا رفعت؟ الأجانب كده من زمان بيحبوا البحر الأحمر عشان بييجوا يستمتعوا بالغوص فيه، فلما بيخلّص شغل وخلاص بيretire بييجي على البحر الأحمر عشان تكلفة المعيشة جوّه مصر أقل بكتير من عنده، وكمان قريبة لأوروبا لو حب يروح أوروبا في أي وقت. وبالنسبة للمصريين كده هم عايشين مع الأجانب طول عمرهم، فلما بينزلوا على مصر بيبقوا عايزين يعيشوا نفس الlife style مع نفس الcommunity.